حدثينا يا ليالينا البعاد، حدثينا عن ليالي شهرزاد. حدثينا يا نجمة الشرق، يا مطربة القصائد، يا صاحبة أخطر إحساس، يا جامعة للفن العربي. حدثينا الليلة وامتعينا في برنامج ليلة النجوم. جمهورنا الكريم، مشاهدينا الأعزاء، ندعوكم الليلة في برنامجكم ليلة النجوم لقضاء سهرة جميلة، ليلة أنس وليلة طرب عربي. نتمنى أن نقضي معا أوقات ممتعة وسعيدة مع نجومنا في هذه الليلة. تعلق قلبنا فنانة عربية تنعم بالصوت الجميل والبحة الدافئة والعفوية المنطلقة. للحب معها حكاية، وللشعر والفن معها حكايات. من لبنان الشقيق رجعت تمد جسور المحبة والمودة والتواصل لبلد الكرم، لبلد العز، الجزائر. الليلة سنرحب بها وسنقبلها 99 قبلة وواحدة، ولن تكون عن عجل بل عن شوق. رحبوا معي جميعا بالمطربة العربية هيام يونس. مرحبا، أهلا وسهلا، سعداء جدا بحضورك معنا. تفضلي سيدتي. المطربة هيام يونس رجعت، هي قالت راجعة ورجعت إلى الجزائر. مرحبا بك معنا في الجزائر، في بلدك الثاني وفي بلاتو برنامج ليلة النجوم. لو زرتنا لو وجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. هذا أكيد. إن شاء الله تسلم الجزائر إن شاء الله يا رب. اللي كان لي الحظ الكبير هذا العام من بعد عام 86 87. نعم. غيبة تقريب 17 عام. نعم. ويعني تكرم معالي الوزير الأستاذ الحمراوي حبيب شوقي في هذه الدعوة من بعد رغبتي في زيارة البلد الأحب اللي زرته وأنا يعني شابة صغيرة، وكان عندي أمل العودة الدائم. وطبعا يعني سعادة سفير الجزائر في بيروت والله ما قصر، اهتم. وشكر أيضا هذه الاستضافة الكريمة للجميع، يعني شكري وامتناني. وإن شاء الله
يعني ما ننحرم أبدا أبدا من زيارة هذا البلد العريق. إن شاء الله يا رب. نحن ما ننحرم من زيارتك للجزائر ومن صوتك الجميل الدافئ وانت في بلدك ومع أحبابك ومع أهلك ووسط عائلتك في الجزائر. والشيء الملفت أخت رزيقة يعني باعتبار أنا دايما بحب أتتبع نشاطات المرأة العربية والجزائرية. نعم. فأيضا والله يعني لفتني جدا جدا مثال للمرأة الجزائرية معالي وزيرة الثقافة. فأيضا يعني شعرت إلى أي حد المرأة في الجزائر هي يعني خلاقة وهي مبدعة. وطبعا بشعر انه ايضا الفن له حصة، وهذا شيء جميل جدا. وهون يعني طبعا بشكر راعي الفن او مظلة اهل الفن الحانية الاخ الاستاذ الاخضر بن تركي اللي برضو في المرة الاولى في مهرجانات الأغنية العربية. وهذه المرة يعني دائما له الأيادي البيضاء بالنسبة لأهل الفن. وإن شاء الله يا ربي هذه الزيارة تكون هي بشرى لزيارات قريبة قادمة. إن شاء الله تتكرر الزيارات كما زرتي الجزائر من خلال مهرجان الأغنية العربية في سنوات 85 86 و87. نعم. وتحصلتي من خلال هذه المهرجانات على جائزة أفضل مطربة للقصائد العربية. رجعتي للجزائر ورجعتي بالجديد وبأغنية للجزائر خصيصا مدام الجزائر. نعم. يقدمها قلبي ووجداني ونسمعها للمرة الأولى، أغنية جديدة الجزائر. الجزائر. إذا تفضلي اسمحوا لي أقدمها. تفضلي سيدة هيام مع تحيات الجمهور للمطربة وللجزائر. شكوى الطائر ناثرا فيها الأماني حاملا أحلى البشائر. ناثرا فيها الأماني حاملا أحلى البشائر. حينما الشوق دعاه هتف القلب جزائر. صوت مجد روح ثائر أرض خير ومنائر. كلما زرت حماها
جبل بحر صحارى ماء حيلاء تزار. جبل بحر صحارى ماء حيلاء تزار. حسب روحي أن تحارى وتناجي كل زائر. حسب روحي أن تحارى وتناجي كل زائر. حينما الشوق دعا هتف القلب جزائر. صوت مجد روح ثائر أرض خير ومنائر. كلما زرت حماها صار قلبي شدوى طائر. صوت مجد روح ثائر أرض خير ومنائر. كلما زرت حماها صار قلبي شدوى طائر. ناثرا فيها الأمان حاملا أحلى البشائر. نافرا فيها الأمان حاملا أحلى البشائر. حينما الشوق دعاه هتف القلب جزائر. لا 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 لا. يا بلادي لك من كل حب وتمني. يا بلادي لك مني كل حب وتمني. يا بلادي لك مني كل حب وتمني. يا بلادي لك مني كل حب وتمني. ملء صوتي إذ أغني ملء قلبي وأجاهر. ملء صوتي إذ أغني ملء قلبي وأجاهر. حينما الشوق دعاه هتف القلب جزائر. صوت مجد روح ثائر أرض خير ومنائر. كلما زرت حماها صار قلبي شدوى طائر. صوت مجد روح ثائر أرض خير ومنائر. كلما زرت حماها صار قلبي شدوى طائر. ناثرا فيها الأمان حاملا أحلى البشائر. نافرا فيها الأمان حاملا أحلى البشائر. حينما الشوق دعاه هتف القلب جزائر. يا سلام، يعطيك الصحة، يعني يعطيك العافية. تسلمي لي. رايحين اليوم نقضيو معاك جلسة جميلة، أكيد الجمهور راح يستمتع بهذا الصوت شاء الله. الدافئ الجميل. سيدة يا روحي. هيام، تفضلي. أحب أن أرجع بك إلى البدايات. نعم. والبدايات كانت مبكرة جدا بالنسبة إليك، يعني في السن الثالثة والرابعة والخامسة، يعني 5 سنين كنت تأدي أغاني كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، وهذا ما هوش من الشيء السهل، يعني صعب كثير. وهنا أقول كل ما أذكر عن نفسي، كل ما أذكر عن نفسي أني، أيوة يا عيني عليك يا عيني عليك، كل ما أذكر عن نفسي أني منذ فجر المطمئن أتغذى بالنغم باشتهاء ونهم، مذ حنت أمي على مهدي تغني قيل لي ثغر ابتسم. الله الله الله. وغني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، غني لي شوي شوي، غني لي وخد
وخد عيني غني لي غني وخد عيني غني لي شوي شوي غني وخد عيني غني شوي 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 غني وخد عيني غني لي غني وخد عيني. تسلمي، يعطيك العافية، يعطيك الصحة. إحدى الأغنيات لكوكب الشرق اللي غنيتها في سن ال4 سنوات في بداياتك. في بداياتي مع سلو قلبي وزهر الربيع وريم على القاع. والبدايات، بدايات المطربة هيام يونس لم تكن فقط غناء بل كانت تمثيل كذلك. نعم، يعني في الرابعة بدأت الغناء، في الخامسة مثلت فيلم قلبي على ولدي في القاهرة، أنتجته السيدة أسيا داغر، أيوة قريبتنا، أيوة، وأخرجوا بركات. وطبعا التمثيل كان من بكل تواضع، يعني من بطولتي أنا وشقيقتي الراحلة نزهة يونس، أيوة، إلى جانب شكري سرحان، أمينة رزق، كمال الشناوي، زكي رستم، علي الكسار. يعني مجموعة من عمالقة الفن والسينما العربية. نعم. وكان كذلك تجربة فيلم لبناني كان شارك في مهرجان كان السينمائي وتحصل على جوائز عديدة. نعم، فيلم إلى أين؟ إلى أين؟ هذا الفيلم لبناني بيحكي عن الهجرة اللبنانية في آونة من السنوات، نعم. العهد الماضي، يعني السنوات الماضية. وأيضا كان من يقال أنه كان من خيرة الأفلام اللبنانية. نرجع للمطربة هيام يونس بعد ما نشوفوا نعم. سؤال مسابقة ليلة النجوم. تفضلوا. اتصل وشارك في مسابقة ليلة النجوم بالإجابة على السؤال التالي: كم هو عدد زيارات الفنانة هيام يونس للجزائر؟ 1 3 زيارات، 2 4 زيارات، 3 5 زيارات. اتصلوا بنا على الأرقام التالية: من الثابت 080 120 290، من المحمول أو النقال 1408، ويمكنكم الاتصال عن طريق الSMS 2028 45 26. الجائزة 100,000 دينار جزائري أي 10 ملايين سنتيم زائد هاتف نقال ملتي ميديا. اتصل وشارك وحظ سعيد للجميع. حظ سعيد إذن، حظ سعيد لكل من يشارك معنا في مسابقة برنامج ليلة النجوم. وأكيد الإجابة تجدوها معنا اليوم في هذا السهرة الجميلة والحلوة مع المطربة هيام يونس. عطاء كبير جدا وثراء فني طويل جدا وغني، لكن انقطعتي عن الفن، عن الأغنية لمدة أكثر من 10 سنوات. ولما استضافك المذيع زاهي وهبة في برنامج خليك بالبيت كثرت الاتصالات الهاتفية من الجمهور، أوقدت فيك شرارة وحرارة الرجوع لجمهورك صحيح. العربي. نعم، السنوات اللي أنا اعتكاف، كان اعتكاف قصري مؤقت نظرا للأوضاع اللبنانية اللي كانت سائدة، إلى جانب أنه كان أيضا الفن أيضا تراجع نعم. في هذه الفترة، فآثرت الانتظار والتفرج ريثما يعني تنحسر هذه الموجة حتى أعود إلى الجمهور الحبيب اللي هو عودني على الإصالة، تعود مني دايما أني أكون المطربة ذات الرسالة، يعني فعلا. لأنه من صغري بدأت، والجمهور هو والله عائلتي، عائلتي الكبرى، فيها نموت وكبرت مع الناس، يعني اللي في العالم العربي كله الصغير بيعتبرني ماما، والكبير يعني
هيام أختنا بنتنا نعم. يعني ظهوري أو أنا في التلفزيون في المنزل مدعاة لإني أنا إنسانة من هذه الأسرة، نعم. من هذه العائلة، وهذا الشيء اللي أنا الحمد لله بعتز فيه، وهذا اللي يعني أعادني إلى جانب محبة الناس ومطالبة الناس بالعودة وتعلقهم بك. الحمد لله. وعدتي في سنة 2000 بألبوم راجعة، راجعة نعم. فيها كثير من الأغاني الجديدة وفيه كذلك أغاني من الأغاني نتاعك القديمة. في ألبوم راجعة نعم. كلمينا على هذا الجديد اللي عدتي به وعلى راجعة بما رجعت. في ألبوم راجعة فيه طبعا 7 أغاني، أغاني سعودية، أغاني تونسية، لبنانية.